معلومة جديدة قد يكون ممكن ما أعرفها. بتسمع عندك بصمة دبلن، بصمتك كسروها إلى آخره. دبلن دي جاية من وين؟ على فكرة دبلن هي عاصمة إيرلندا، عملوا فيها اتفاقية دبلن اللي هو شنو؟ إذا أنت خشيت دولة أوروبية أول مرة، مثلا خشيت إيطاليا، اليونان، فالدولة دي هي اللي بتكون مسؤولة عنك عشان بصموك هناك. فعشان كده إذا مشيت دولة تانية وبصموك فالبصمة بتظهر، فبيقول لك أنت عندك دبلن، فيرجعوك لبلدك أول مرة خشيت فيه، أو يخاطبوا الدولة دي إذا مثلا قالت ايزاك فشنو يرجعوه وكده. فده هو قصة دبلن. الاتفاقية عملوها 1990 وطبقوها 1997. بعد ذاك طوروا منها النسخة الثانية اللي هو 2003 والنسخة الثالثة 2013. فهمتوا كيف؟ ليش انا قلت الكلام ده؟ لانه انا حاليا في عاصمة ايرلندا دبلن، فعشان كده قاعد لي في باص كمان. فقلت شنو اعمل لكم فيديو ده عشان تكونوا عارفين دبلن هي عاصمة ايرلندا وكان عملوا فيها اتفاقية البصمة. فحاول انشر الفيديو، اذا في زول ما عارف ممكن يستفيد من المعلومة دي. فشكرا لكم، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم. اعمل لايك، اعمل شير، اعمل لايك، اعمل شير.